حينما تتشابك الخيوط وتتداخل الأحداث وتختلط المعايير وتزيد المساحة الرمادية، حينها فقط نحتاج إلى خط فاصل بين الأبيض والأسود، بين الشجاعة والتهور، بين المصداقية والتزييف. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وبرنامجكم خط فاصل. برحب بكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. عايز أتكلم معاكم النهاردة عن ما يحدث في السودان، سلة العرب الغذائية. السودان الذي لديه 10 أنهار طبيعية، 175 مليون فدان صالحة للزراعة، 100 مليون رأس من الماشية، ضعف عدد رؤوس الماشية في دولة زي هولندا، 9 بلد على مستوى العالم في إنتاج الذهب، 3 بلد أفريقيا في إنتاج النفط. بلد وفقا لهذه المقومات المفروض كان يبقى من أغنى الدول الأفريقية، والمفروض يكون شعبه من أسعد الشعوب. ماذا يحدث في السودان؟ دعونا نتابع معا ما يحدث لإخواننا هناك. أعزائي المشاهدين، ماذا يحدث في السودان؟ وده السؤال الذي طرح نفسه على الساحة السياسية في كل دول العالم، لأنه فجأة فوجئ العالم بحرب ضروس تدور في السودان، وللأسف تدور بين أبناء الوطن الواحد. حرب ضروس بين السودانيين المتواجدين في الجيش السوداني والسودانيين أيضا المتواجدين فيما يعرف بقوات الدعم السريع. إيه هي قوات الدعم السريع؟ وإيه العلاقة بينها وبين الجيش السوداني؟ وده اللي هنحاول نفهمه مع بعض، لأن ما يحدث في السودان يؤثر تأثيرا شديدا على ما يحدث في مصر. خلينا نفهم مع بعض ايه اللي بيدور. اولا خلينا نتعرف على طبيعة الطرفين. بنتحدث عن الجيش السوداني الذي يتكون من ما يزيد عن 205 ألف جندي وفقا لموقع جلوبال فاير. القوات الجيش السوداني مقسمة ما بين 100 ألف من القوات العاملة و50 ألف من قوات الاحتياط و55 ألف قوات شبه عسكرية. الجيش السوداني بيمتلك أكثر من 191 طائرة حربية، منها 95 طائرة مقاتلة و37 طائرة هجومية و25 طائرة شحن عسكري. ترتيب الجيش السوداني هو 47 عالميا، وبيمتلك حوالي 170 دبابة و7000 مركبة عسكرية و40 من راجمات الصواريخ. في المقابل الطرف الآخر في النزاع هو قوات الدعم السريع، ودي قوات كان شكلها عمر البشير عام 2013، وكان هدفها حماية النظام والتكليف بمهام محددة. ولكن كان الغريب في الأمر هو أن إنشاء هذه القوات كان خارج رحم القوات المسلحة السودانية. تتكون قوات الدعم السريع من حوالي 100 ألف فرد منتشرين على مدن السودان المختلفة، بيتركز تواجدها في مدينة الخرطوم. قيادتها الرئيسية كانت تحت قيادة قوات الأمن والمخابرات السودانية. من يتولى قيادة قوات الدعم السريع ومن يتولى قيادة الجيش السوداني؟ الطرف الأول وهو الجيش السوداني، وهو برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، والذي يتولى أيضا منصب رئيس المجلس السيادي السوداني، وهو منصب يعادل منصب رئيس الدولة. البرهان اتولد في 11 يوليو 1960 في قرية قندتو بولاية نهر النيل شمال السودان. هو عسكري سوداني، تخرج من الأكاديمية العسكرية السودانية وتدرج في المناصب حتى وصل لمنصب قائد القوات البرية السودانية عام 2019، ثم منصب المفتش العام للجيش السوداني، ويقود حاليا السودان من منصب رئيس المجلس السيادي الانتقالي. البرهاني متزوج ولديه 3 أولاد، ولدين وبنت واحد. على الطرف الآخر نجد قوات الدعم السريع برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والذي يلقب بحميدتي. الغريب في الأمر أننا نتحدث عن الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي لم يتخرج من أي أكاديمية عسكرية ولم يتلقى أي تعليم عسكري من الأساس. دقلو كان شاب، ولد عام 1975 في قبيلة الزريقات، وتولى منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. رحلة محمد حمدان دقلو رحلة حياتي، رحلة مثيرة للاهتمام، فهو الصبي الذهبي المدلل للبشير. كان دقلو
من ضمن قبيلته يقوم بأعمال حماية القبائل التجارية التي تعمل في مجال الإبل وتجارة الإبل ما بين السودان ومالي وليبيا وتشاد. كان ليه دور كبير في حماية هذه التجارة. ثم حينما قرر عمر البشير أنه يستعين بقوات غير نظامية تؤمن وتساعد في الحرب في دارفور، استعان بمجموعة من القبائل سميت في وقتها بقبائل الجنجويد، وكان محمد حمدان دقلو على رأس هذه القوات. دعم عمر البشير بالسلاح والعتاد والمال للقيام بالحرب في دارفور والمساعدة في الحرب في دارفور. ثم بعد كده غير اسم هذه القوات من قوات الجنجويد إلى قوات الدعم السريع، وخلى محمد حمدان دقلو يتولى رئاسة هذه القوات. فاحنا بنتحدث عن شخص غير عسكري، شخص عامل في تجارة الإبل، شخص كان بيقوم على حماية القوافل والتجارة من قطاع الطرق، له خلفيات كبيرة في السودان. المتداول عن محمد حمدان دقلو انه سيطر في التسعينيات على تجارة الذهب في السودان، واصبح هو اللي بيصدر الذهب، وكون ثروة كبيرة للغاية من تجارة الذهب وتصديره للخارج بأسعار تنافسية. ثم حمدان دقلو بعد أن أصبح نائب البرهاني في الفترة السابقة بيطمع أنه يكون رئيس الدولة وأنه يتولى زمام الأمور، خاصة بعد المناوشات الأخيرة والمطالبات اللي كانت بتطالب بدمج قوات الدعم السريع داخل قوات الجيش السوداني النظامية. لما نبص على طرفي النزاع نفهم طبيعته. هو صراع على السلطة ما بين قوة نظامية يمثلها الجيش السوداني وشخص يرغب دائما في الاستحواذ على السلطة، وهو محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي. طيب مصر ازاي بتتعامل مع هذا الموقف؟ ده اللي هندرسه مع بعض دلوقتي عشان نفهم اكتر الدور المصري والحكمة المصرية في التعامل مع هذا الامر. في الحقيقة عشان نتحدث عن التعامل المصري مع الأزمة السودانية الحالية لازم نعرف ملابسات الوضع الحالي. الوضع الحالي وضع يحتاج إلى حكمة كبيرة جدا، لأنه طرفي النزاع من نفس الوطن. احنا بنتحدث عن نزاع الطرفين سودانيين، الاثنين أبناء وطن واحد، والصراع وصل فيه عدد القتلى إلى ما يزيد عن 100 قتيل وأكثر من 500 مصاب. وبالتالي مش بنتعامل مع طرف وطرف خارجي، لا، الاثنين أبناء هذا الوطن الواحد. مصر طول عمرها تدافع عن وحدة السودان وسلامة أراضيه، طول عمرها تدافع عن حقوق الشعب السوداني، تتعامل بحكمة ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية. كانت مصر من بداية الأزمة حاضرة بقوة، تم المناقشات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول العالم المختلفة. طرحت مصر مجموعة من المبادرات لتقريب وجهات النظر، ولكن في ذات الوقت أكدت مصر على حماية القوات المصرية المتواجدة حاليا في السودان، واللي كانت في تدريبات مشتركة مع الجيش السوداني. يمكن المعلن هو التنسيقات اللي بتتم مع الحكومة السودانية في هذا الشأن، ولكن الأكيد أن مصر أظهرت قدر كبير جدا من الحزم في انه حال تعرض اي حد من افراد قواتها المسلحه المتواجدين في التدريبات العسكريه اللي بتتم في السودان هيكون الرد المصري في منتهى القوه والحزم. عشان كده يمكن شفنا حميدتي وهو طالع على قناه الجزيره بيتحدث على ان الاخوه المصريين موجودين وبيتلقوا كرم الضيافه، وانه مفيش اي مشكله في عودتهم سالمين وعودتهم للقوات المصريه المسلحة، ولكن بعد هدوء الأوضاع أو عقب إجراء ترتيبات في هذا الشأن مع الجانب المصري. مصر تتعامل بحكمة، الخطوات بتتم بحذر، لأن الموضوع ملتهب للغاية، تطورات سريعة ومفاجئة. عشان كده عايزين نثق في إنه إن شاء الله القيادة المصرية والقوات المسلحة المصرية ستتابع هذه الأزمة بدقة وبحكمة لحين عودة كافة أفراد القوات المسلحة إلى أرض الوطن سالمين غانمين إن شاء الله. بشكركم جدا وعلى أمل بلقاء قريب، ودايما تحية من القلب، وشكرا لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير.